بسم الله الرحمن الرحيم. طلاب الصف الثاني الإعدادي، أهلا وسهلا بكم. معنا بإذن الله نماذج لامتحانات بعض المدارس المحافظات لنصف العام في مادة العلوم. مع المحافظة رقم 1 محافظة القاهرة، مع السؤال رقم 1: اكتب المصطلح العلمي لكل مما يأتي. رقم 1: مادة صمغية حافظت على الكائنات الحية المنغمسة داخلها من التحلل. هذه المادة هي مادة الكهرمان. رقم 2: مركب تساهمي. الفرق في السالبية الكهربية بين عنصريه كبير نسبيا، ده عبارة عن المركب القطبي. وخدنا مثالين عندنا اللي هو زي المية وزي النشادر. 3: وزن عمود من الهواء، مساحة مقطعه وحدة المساحات، وطوله ارتفاع الغلاف الجوي. ده تعريف طبعا عند الضغط الجوي. 4: تلوث ينشأ من اختلاط فضلات الإنسان والحيوان بالمياه. ده عبارة عن التلوث البيولوجي. اذكر السبب العلمي لكل مما يأتي. رقم 1: يلعب حزامي فان ألين دورا هاما في حماية الأرض. طبعا حزامي فان ألين بيحيطان عندي بطبقة الأيونوسفير، وبيعملان على تشتيت الأشعة الكونية الضارة بعيدا عن الأرض فيما يعرف بظاهرة الأورورا أو الشفق القطبي. 2: يتأثر النظام الصحراوي بغياب أحد الأنواع الموجودة فيه. النظام الصحراوي ده عبارة عن نظام بيئي بسيط، وبالتالي عند غياب أحد الأنواع بيتأثر بشدة. ليه؟ بسبب عدم وجود البديل الذي يقوم بدوره ويعوض غيابه. 2 أو 3: يعتبر السيزيوم هو أنشط الفلزات بوجه عام. أنشط الفلزات كانت بتقع عندي في أول مجموعة في الجدول الدوري اللي هي المجموعة 1A. كان عندي عنصر السيزيوم كان بيقع في نهاية المجموعة 1A، وبالتالي عندي الحجم الذري وأنا كده نازل في المجموعة بيزداد عندي الحجم بيزداد الحجم الذري. وبالتالي عندي هنا السيزيوم كان أنشط الفلزات بوجه عام بسبب عندي كبر حجمه الذري. طب حجمه الذري كبير، طبعا هيفقد إلكترونات التكافؤ بسهولة، وبالتالي هيكون عندي فلز قوي، لأن من خصائص الفلزات فقد فقد الإلكترونات. وقف إنتاج طائرات الكونكورد. طائرات الكونكورد أو الطائرات الأسرع من الصوت كان بينتج من عوادمها أكاسيد طبعا النيتروجين التي تؤدي إلى تآكل طبقة الأوزون. السؤال رقم ج: اذكر الرقم الدال على كل من. 1: عدد مستويات الطاقة في أثقل الذرات، طبعا 7 مستويات طاقة رئيسية. النسبة المئوية لبخار الماء في طبقة التروبوسفير كانت بتصل إلى 99%. السؤال الثاني: أكمل ما يأتي. 1: يبلغ سمك طبقة الأوزون. سمك طبقة الأوزون كانت حوالي 20 كيلو متر فوق سطح البحر، لا من 20 إلى 40 كيلو متر فوق سطح البحر، والسمك بتاعها كان 20 كيلو متر، ولكن هنا طبعا أقول ارتفاع طبقة الأوزون حوالي، لأنه قال لي فوق سطح البحر من 20 إلى 40 كيلو متر فوق سطح البحر، يعني سمكها كان 20 كيلو متر في طبقة في طبقة الستراتوسفير. توجد الهالوجينات في المجموعة طبعا 7A أو رقم 17 في الترقيم الحديث، بينما الأقلاء في المجموعة 1A أو المجموعة رقم 1 في الجدول الدوري. رقم 3: طائر نقط مهدد بالانقراض، طائر أبو منجل، بينما طائر نقط منقرض لسهولة صيده، طائر الدودو.
4. في السلسلة الغذائية تنتقل الطاقة من الكائنات المنتجة إلى الكائنات المستهلكة. جهاز فولتمتر هوفمان اللي كنت بستخدمه في تحليل الماء كهربيا، كان بيكون عندي في قطب المهبط وفي قطب يسمى المصعد. كان بيتصاعد عند المهبط غاز الهيدروجين وعند المصعد غاز الأكسجين، وكان نسبة الهيدروجين 2:1، والهيدروجين غاز بيشتعل بفرقعة والأكسجين بيساعد على الاشتعال. فبيقول لي حجم الغاز الذي يشتعل بفرقعة، مين اللي بيشتعل بفرقعة؟ غاز الهيدروجين. حجمه كان كام؟ ما حجم الغاز الذي يشتعل بفرقعة؟ هنا الحجم مجهول اللي هو بيشتعل بفرقعة. إذا كان حجم الغاز الآخر اللي هو قصده الأكسجين 4 سنتيمتر مكعب، ما الهيدروجين الضعف ده ب4، إذا عندي حجم غاز الهيدروجين هيكون 8 سنتيمتر مكعب اللي هو بيشتعل بفرقعة. حدد القطب الذي تجمع فوقه كل من غاز الهيدروجين يجمع عند القطب المهبط، بينما الأكسجين كان بيجمع عند المصعد وهو القطب الموجب والمهبط هو القطب السالب. ما أهمية كل من؟ جهاز الألتيميتر. الألتيميتر ده نوع من البارومترات كان بيستخدم عندي في تحديد مدى تحليق أو ارتفاع الطائرات بمعلومية الضغط الجوي. الكوبالت 60 المشع كان بيصدر عنه أشعة جاما، عشان كده كنت بستخدمه عندي في حفظ المواد الغذائية، لأنه بيصدر عنه أشعة جاما التي لها القدرة على قتل أو وقف نشاط البكتيريا دون أن تؤثر على صحة الإنسان. اختر الإجابة الصحيحة. نقط. أعلى طبقات الغلاف الجوي في الحرارة الطبقة الحرارية، وهي الثيرموسفير، كانت بتصل عند نهايتها إلى 1200 درجة مئوية. عدد الإلكترونات الموجودة في أيون عنصر فلزي ثنائي التكافؤ يقع في الدورة الرابعة. والله في الدورة الرابعة يبقى عنده 4 مستويات طاقة: 1 2 3 4 2 8 8. وهنا بيقول لي ثنائي التكافؤ، يعني كان المفروض في مستوى الطاقة الأخير عنده كام؟ 2. ده كده بالنسبة لي ده الذرة. طب هو بيسألني على الذرة ولا الأيون؟ خلي بالك هنا بيسألك على الأيون، والفلز بيفقد، إذا هيفقد إلكترونات مستوى الطاقة الأخير 2، ويتبقى عنده 2 8 8، يعني كده عنده 18 إلكترون هذا الأيون. 3. زيادة نقط في مياه الشرب يؤدي إلى فقدان البصر، فيها قاف، فكنت بروح على طول على الزئبق اللي فيه قاف، فبقول عندي الزئبق. نقط من الكائنات المهدد بالانقراض. طبعا الديناصور انقرض، الخرتيت عندي بيكون مهدد بالانقراض، والكواجة ده منقرض، إذا هيكون عندي الخرتيت. إذا كان درجة الحرارة عند سفح جبل، استنى كده أما أرسم، ده عندي جبل أهو، هو دي عبارة عن السفح وكده القمة. فبيقول لي إيه بقى؟ درجة الحرارة عند سفح جبل ارتفاعه 4000 متر، يعني أنا بشتغل بالكيلومتر، طب ما تحاول يلا. 4000 أقسم على 1000، إذا هيطلع عندي الارتفاع 4 كيلومتر. طب درجة الحرارة عند السفح 25، عند القمة يا ترى بكام؟ والله أنا كده برتفع لأعلى. يلا هاتلي أول حاجة مقدار الانخفاض في درجة الحرارة، لأن كل ما برتفع لأعلى بتنخفض درجة الحرارة. طب هتنخفض بمقدار كام؟ قال لك كل كيلومتر بتنخفض بمقدار 6.5. طب ما أنا هطلع ارتفاع 4 في 6.5، يبقى هتنخفض عندي بمقدار 26.5 درجة مئوية. إذا درجة الحرارة عند القمة تساوي درجة الحرارة عند السفح اللي هي 25 ناقص مقدار التغير أو مقدار الانخفاض اللي هو 26.5، تطلع عندي بكام؟ بسالب 1.5 درجة مئوية.
إذا درجة الحرارة عند القمة تساوي -1.5 درجة مئوية. معلش هنا 4 في 6.5، 4 في 6 ب24، و2 6 و20 هتكون عندي 25 ناقص 26 فقط، هتطلع عندي بكام؟ -1 مئوية، درجة مئوية. اذكر مثالا واحدا لكل من. 1. فلز يتفاعل مع الماء لحظيا. والله مع الماء لحظي عندي فلزين، يا إما يكون البوتاسيوم أو الصوديوم. عنصر يستخدم في حفظ قرنية العين وهو النيتروجين المسال. أكسيد قاعدي. والله قاعدي يبقى جاي من عنصر فلز مع الأكسجين، يعني مثلا Na2O أو MgO. ده مثال لأكسيد قاعدي. ما النتائج المترتبة على كل من؟ 1. التناقص المستمر في أفراد النوع الواحد دون تعويض. يا عم ماذا تعريف الإيه؟ تعريف الانقراض. يبقى التناقص المستمر في أفراد النوع الواحد دون تعويض يؤدي إلى انقراض النوع، انقراض هذا النوع. ماذا يحدث عند إشعال قطعة فحم يعني كربون يعني سي، ماشي، في جو من الأكسجين يعني O، حصل له عملية احتراق، هيتكون عندي غاز يسمى بغاز ثاني أكسيد الكربون، وهو أكسيد حامضي لأنه جاي من عنصر لا فلز. إذا هيتكون عندي غاز ثاني أكسيد الكربون وهو أكسيد حامضي. انصهار جليد القطبين الشمالي والجنوبي، ده كان طبعا من إيه؟ من النتائج المترتبة على ظاهرة الاحتباس الحراري. انصهار الجليد هيؤدي إلى طبعا حاجتين، هيؤدي أول حاجة إلى اختفاء بعض المناطق الساحلية بسبب ارتفاع منسوب المياه. تاني حاجة هيؤدي إلى اختفاء أو انقراض بعض الحيوانات القطبية مثل الدب القطبي وفيل البحر. استخرج الكلمة أو العبارة غير المناسبة فيما يأتي، ثم اكتب ما يربط بين باقي الكلمات. يبقى السؤال مركب، هستخرج كلمة وباقي الكلمات هكتب ما تدل عليه. ثاني أكسيد الكربون، أكسجين، أكسيد نيتروز، غاز الميثان. ده كده من الغازات الدفيئة، غازات دفيئة يبقى طبعا ما عدا الأكسجين. 2. طابع، دي من أنواع الحفريات. خشب متحجر أنواع الحفريات. قالب أنواع الحفريات. سجل حفري لا. هيليوم غاز خامل، نيون غاز خامل، كلور غاز نشط، أرجون غاز خامل. دي تبع كلها عندي المجموعة الصفرية ما عدا الإيه؟ الكلور. غازات خاملة ما عدا الكلور. الشكل المقابل يوضح التوزيع الإلكتروني لعنصر X يقع في الجدول الدوري الحديث. يبقى ده العنصر X وموزعه عنده كم مستوى طاقة؟ والله عنده 3 مستويات طاقة. أكيد الأول فيه 2 والتاني 8. تعال نشوف بقى التالت فيه كام. أدي 1 أهو، وأدي كده 2، ما عندوش غير 2. 2 8 2 KLM. حدد موقع العنصر في الجدول الدوري. بعرف موقع العنصر منين يا ترى؟ ليه دورة وليه مجموعة. الدورة والله بعرفها من عدد مستويات الطاقة. ده عنده 3 مستويات طاقة، يبقى على طول بيقع في الدورة الثالثة. طب رقم المجموعة لا، بعرفه من عدد إلكترونات مستوى الطاقة الأخير، ده في المجموعة الثانية 2A. ترقيم الحديث رقم 2. الفئة التي ينتمي إليها من عند المجموعة 1 و2 دول تبع الفئة S. من عند 4 فئات S و B و D و F. ده طبعا هنا في المجموعة 2A يبقى تبع الفئة S. استنتج العدد الذري لمين يا ترى؟ للعنصر اللي اسمه Y الذي يليه في نفس الدورة. يبقى والله أنا عندي العنصر ده كده كان عبارة عن 12. الذي يليه في نفس الدورة يبقى أنا همشي أفقي، يبقى اللي في ريحه بزود 1، يبقى أكيد 13.
زي موزلي والجدول الدوري الحديث ما قال لي إن أنا رتبت العناصر ترتيبا تصاعديا على حسب الزيادة في عددها الذرية، يبقى ده 12 اللي في ريحه 13. طيب عايز للعنصر زد الذي يليه في نفس المجموعة، في نفس المجموعة يعني تحت منه. والله تحت منه يبقى أنا هزود مستوى طاقة جديد. مستوى الطاقة الجديد بيتشبع ب8، يبقى ال12 هقول زائد 8 تطلع عندي بكام؟ ب20. لو كان عايز اللي فوقه كنت هشيل مستوى الطاقة، يعني هطرح 8 فكان اللي فوقه هيبقى 12 عندي ناقص 8 تبقى كام؟ هتكون عندي 4. يبقى كده بنزل لتحت بزود 8، أطلع لفوق أشيل ال8، أروح يمين أزود 1، أروح شمال أشيل ال1، يبقى اللي هنا 11 اللي بعده 13 هو 12 اللي فوق 4 اللي تحت منه 20. وبكده نكون انتهينا من إجابة امتحان محافظة القاهرة. يا رب تكونوا استفدتوا. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.